عمرك حسيت انك ناجح بس تايه؟ الكل بيسقف لك، الناس بتحترمك وبتحقق انجازات كبيرة، بس في لحظة سكوت كده تكتشف انك كنت بتجري بكل قوتك بس في الاتجاه الغلط. النجاح ساعتها مش بيفرحك، بالعكس بيكسرك. وده مش مجرد احتمال، ده بالظبط اللي حصل مع الامام ابو حامد الغزالي، احد اعظم علماء المسلمين في القرن الخامس الهجري. كان في قمة مجده، لكن كانت جواه صرخة انا تايه، وساب كل حاجة وبدأ من جديد. ستيفن كوفي بيقولك في العادة التانية ابدأ والنهاية في ذهنك. يعني قبل ما تجري ورا الشغل والنجاح لازم ويجب ولا بد تسأل نفسك الأول، أنا عايز أوصل لفين؟ لأن الكارثة صدقني مش إنك تفشل، الكارثة الحقيقية إنك تنجح بس في الاتجاه الغلط.